عنده 10 سنين او 12 سنه وبيجي يلعب منافسات، فهو بيلعب في نادي اكس، هيلعب نادي زد او واي، طبعا بلاش اقول يعني عشان في نادي فعلا اسمه زد، نادي واي مثلا او نادي الف هيلاعب نادي ب. نادي ب ده حضرتك ابنك اللي عنده 10 سنين هيجي يلعب، هيلاقي الفرقه اللي قدامه هم عندهم 10 سنين، ده في شهاده الميلاد او في الكارنيه، لكن هو عنده اصلا 14 سنه. تلاقي واحد بشنب بسكسوكه وابنك عنده 10 سنين، فكارثه. بتلاقي الولد مكتوم، مش قادر يتحرك. هيتحرك ازاي؟ السرعه بتاعت المنافس اقوى. الكارثه بقى كمان ان انت بتلاقي معاه ممكن ناس مسننه، فالمدرب مش هيلاعب ابنك، هيلاعب اللي هو قادر يجري الاقوى. ما هو السن ده انت واحد عنده 14 بتدخله منافسه مع واحد عنده 10 سنين والعكس. هل ده فير؟ هل ده عدل؟ فبالتالي ابنك حضرتك اللي عنده 10 سنين ده، اي اب كده يتخيل ابنك عنده 10 سنين نفسه يلعب كوره وده حلم حياته، او يلعب هاندبول او يلعب باسكت او يلعب فولي او يلعب اي رياضه كاراتيه. المنافس اللي قدامه 14 سنه هيفرمه، ما فيهاش كلام يعني. طيب بيلعب لعبه جماعيه، المنافس ليه في اللعبه الجماعيه اكبر منه ب4 سنين، هيفرمه، وبالتالي المدرب هيفرمه. ما هو المدرب هيختار مين؟ اللي عنده 14 سنه، اللي اقوى بدنيا وجسمانيا. امتى يتقابلوا؟ 16 17 سنه. وفي امثله كتيره جدا يا جماعه، امثله كتيره جدا. انا يعني انا مش عاوز اقول اسامي معينه، بس اللي جيل الثمانينات يعني ممكن اقول 4 5 اسامي هتعرفوهم. جيل الثمانينات معروف، كان واحد بيجي يلعب تحت 14 و16 و18 وحياه ربنا، والدرجه الاولى كمان في نادي الترسانه بدون ذكر اسمه، ونادي الزمالك نفس الكلام، وكانوا في المنتخبات الوطنيه. فبالتالي من السنه اللي فاتت اتحاد الكوره عمل حاجه عظيمه جدا، واحنا مش هنقعد ننتقد اتحاد الكوره فقط، فلازم نقول برضو لو عمل حاجه كويسه نقول عمل حاجه. ودكتور محمد ابو العلا يعني يمكن هو طبيب المنتخب الوطني وهو رئيس الجهاز الطبي في الاتحاد المصري، برضو عمل حاجه يعني عبقريه وعظيمه جدا، دي بتحصل بره. وفي حاجه اسمها الاسوره دي حضرتك بتبقى الولد بيبقى الفرق الناشئين كلها قبل التسجيل بتروح بتعمل لها كشف، ودي بتبقى حاجه اشعه عظميه. الاشعه العظميه دي اللي على العظام بتطلع سن الولد، فبالتالي بتقدر تعرف الولد ده معدي ولا لا. الكارثه بقى، انا اتبسطت جدا لما سمعت كده في الاول، وقلت يا جماعه حاجه حلوه جدا وحاجه محترمه قوي. اول حاجه انت لازم تروح يعني لمعمل واحد، اوكي هو ده المعتمد، مفيش مشكله، حلو جدا. النتائج بتاعت المعمل او النتائج بتاعت المكان الطبي اللي بتروحه غلط. وانا شفتها بقى في ناس صحابي، الاقي الولد والله العظيم اصلا عنده مثلا 12 سنه، انت لو شفته هتقول عنده 8 سنين، هو اصلا يعني صغير جدا. النتائج غلط. وبعدين لو النتائج غلط بتمشي بالحب. طب هل ده يعني انت في الاخر ابنك اللي انت نفسه يلعب كوره، انت كل الفيلد او كل الطريق اللي انت بتحاول توصله له من اول طريق لغايه اخره، ده انت بتعذبه. انت عاوز الولد ازاي يبقى عقليته كويسه؟ ده انت كاتمه، انت كأنك ربطه، هو مش هيعرف يعمل حاجه. الولد عاوز يطلع وينطلق على طول، بيشوف ناس اكبر منه، ناس منافسات جسمانيا بدنيا كل حاجه اقوى منه، وكمان المدرب ما بيعتمدش عليه ولا هيتكلم معاه، وهيبقى على طول عاوز يكسب. يا جماعه بقول لكل مدربين الناشئين او كل قطاعات الناشئين او كل الانديه او مجلس الادارات، ما تفكرش انك تكسب بطوله، خلي عندك بعد نظر. الموضوع مش بطوله ناشئين تحت 13 14 و16، خليك ذكي، اعمل فرقه محترمه تحت، وخلي الناشئ ده يبقى ناشئ بجد سوي علشان تعرف تكسبه قدام. لو بصيت على كل الفرق الكبرى، اهلي زمالك اسماعيلي مصري، حته الناشئين دي انتهت، بيشتروا الجاهز.